قتل سائحان إسرائيليان ومرشدهما المصري بإطلاق نار من قبل شرطي مصري في مدينة الإسكندرية. وقع الحادث أثناء وجود وفد سياحي إسرائيلي في زيارة إلى مزار عمود السواري. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الشرطي المصري فتح النار بشكل عشوائي على الوفد السياحي، مما أسفر عن مقتل السائحين ومرشدهما وإصابة سائح إسرائيلي آخر. وقد تم القبض على الشرطي المصري على الفور، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. ولم يتضح بعد الدافع وراء الحادث، لكنه يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وقد أدانت الحكومة المصرية الحادث ووصفته بأنه عمل فردي لا يعكس موقف الدولة المصرية. كما قدمت الحكومة المصرية اعتذارها للحكومة الإسرائيلية وتعهدت بإجراء تحقيق شامل في الحادث. وقد عبرت الحكومة الإسرائيلية عن صدمتها وأسفها لسقوط ضحايا في الحادث، وطالبت الحكومة المصرية بضمان سلامة مواطنيها عند زيارتهم لمصر. وتعد هذه هي الحادثة الثانية التي تتعرض فيها مجموعة سياحية إسرائيلية لإطلاق نار في مصر خلال العام الجاري. ففي يونيو 2023 قتل 3 إسرائيليين برصاص شرطي مصري تسلل إلى إسرائيل قبل أن يتم قتله. من المهم أن تبذل الحكومة المصرية كل ما في وسعها لضمان سلامة جميع السياح في مصر بغض النظر عن جنسيتهم. من المهم أيضاً أن تبذل الحكومة الإسرائيلية جهوداً لتهدئة التوتر مع مصر حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.